السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في مطبخ وفاء. وصفة اليوم المعمول بالطحين، أطيب وأسهل وأنجح وصفة بدون بس وبنفس اليوم وبعجينة هشة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا هستخدم نص كوب سمنة. السمنة اللي استخدمتها بدرجة حرارة الغرفة وحرارة المطبخ، يعني أنا مش هحط السمنة على النار. نزلت السمنة في الكوب، نص كوب سمنة، وحنزل نص كوب زيت نباتي، يعني أنا استخدمت كوب من الزيت والسمنة. هنزلهم في الصحن اللي بدي أعجن فيه عجينة المعمول. بنفس الكوباية هحط 3 ملاعق ماء زهر. أنا هستخدم نص كوب مية، المية اللي هستخدمتها مية دافية. هنزل مية دافية، يعني أنا صار عندي نص كوب مية دافية مع ماء الزهر. بوكيت فانيلا، نص ملعقة بيكنج باودر، نص ملعقة صغيرة، ملعقة اللي استخدمتها ملعقة صغيرة، ملعقة محلب أنا حمصته وحطحنه في مطحنة البهارات. حنزل ملعقة المحلب، أنا نخلتها علشان لو ضل بقايا ما انطحنتش في المحلب. ملعقتين حليب، الحليب بودرة. هحرك السمنة مع الحليب مع الزيت، هدوب السمنة مع المية. هنزل الطحين بالتدريج. في البداية أنا هحركه. طبعا الطحين أنا كنت منخلاه، ما رشيتش رشة ملح لأن ما حطيتش في العجينة سكر. هبدأ أعجنه بإيدي لما يعني العجينة أقدر أعجنها بإيدي، هأعجنها بإيدي. مش هعجنه يعني عجين بالشكل اللي انتوا شايفينه، علشان لو انا بعجنه بالشكل اللي انتوا شايفينه لو كان يعني ضايل في العجين سمنة حتدوب في الطحين. لو احتجت كمان طحين حنزل، عشان انا بدي تكون اخد القوام المناسب اللي اقدر اعمل فيه المعمول. صراحة العجينة طلعت كتير ممتازة. المعمول طلع طعمه كأنه عليه سميد. كتير طلعت العجينة ممتازة. جربوه حتنبسطوا كتير. يعني أنا بعمل كميات بسيطة، لو حابين تجربوا. بعد ما عجنته هغطيه وأتركه يرتاح. بعد ما عجنت عجينة المعمول تركتها ترتاح، تقريبا ارتاحت معايا نص ساعة. هعمل العجوة. استخدمت نص قالب عجوة، نزلت 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي وملعقة صغيرة قرفة. هعجن العجوة بالزيت النباتي والقرفة. هيك بعد ما عجنتها هعملها كور صغيرة علشان أنا بدي أعمل المعمول بالعجوة. بعد ما ارتاحت العجينة هيك صارت معايا قوامها، العجينة ناجحة جدا. هكورها من نفس العجينة. عملت على القناة البسكوت التمر الهش، الحلوى بالتمر، قرن الغزال أو كعب الغزال، وجربت من نفس العجينة. المعمول طلع طيب كتير وناجح.
فحبيت أقدم لكم إياه لأنه طريقته سهلة وطعمه طيب جدا. حبدأ أحشي المعمول بالتمر. استخدمت القالب بعد ما حشيته. الصينية اللي أنا حطيت فيها المعمول بدي أخبز فيها المعمول. بالنسبة للزيت أنا ما دهنتها بزيت لأنه العجينة فيها زيت كفاية، مش يعني لما أخبزه مش حتلزق أو تنحرق معايا. بالنسبة للفرن أنا حميته، لازم أحمل الفرن وخبزته على نار أكتر من متوسطة، يعني نار عالية. لما خبزته لما أخذ اللون نزلته على الشواية وحمرت وجهه. طبعا حتركه يبرد قبل ما أحطه في السكر اللي عندي مطحون لازم يبرد قبل ما نحط عليه السكر. ممكن نحط عليه سكر وممكن من غير سكر. الوصفة سهلة كتير، وهيك معايا قوام المعمول ما شاء الله. يعني طعمه طيب وهش، والمعمولة بتضلها متماسكة، يعني ما بتتفتفتش زي ما بنقول، أو يعني بتضلها متماسكة. الوصفات سهلة، بتتقدم في المناسبات وفي الأعياد. وهيك صارت معايا الوصفة جاهزة. إن شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسوا اللايك والشير، وانتظرونا في فيديو جديد إن شاء الله.